فسخ عقد الزواج اللي ما عنده علاقه بالطلاق. اذن الطلاق كنديروه ملي كيكونوا جوج ديال الناس اللي مزوجين والعقد ديالهم سليم، ولكن ما تفاهموش في العلاقه بيناتهم. العلاقه ما بين الشخصين بجوج، الشخص اللي هو الرجل والشخص الثاني اللي هو المراه، ما كانش تفاهم، كان عيب، كان هجره، كان عنف، كان سبب من الاسباب، وقررنا نديروا طلاق او تطليق. ولكن ملي كتكون مساله ما كتعلقش بالاشخاص، تتعلق بالعقد نفسه. العقد فيه شرط من الشروط ما كتكونش كتوفر مثلا، او حاله من الحالات اللي كتسمى مثلا الموانع ديال الزواج، او شي شنو هما هاد الموانع الزواج؟ غنتكلموا عليهم اللي هما موانع مؤبده وموانع مؤقته. مثلا ما يمكنلكش تكون مزوج بواحد السيده وتزوج باختها في نفس الوقت، فهذا مانع مؤقت. اذا مات مرتك يمكن لك تزوج باختها. دابا انا ماشي تنقولها باش نبررها، ولكن أكيد علاش أكيد. عطينا التكييف ديال مؤقت ماشي مؤبد. بعكس ملي كتكون بنتك من الرضاعه ما يمكن لك تزوج بها، اذا هذا مؤبد ماشي مؤقت. اذا غنرجعوا للعقد. العقد تيكون عقد اما تيعطينا البطلان اللي تيكون واحد الشرط من الشروط ما متوفرش او ما حققناش شي حاجه مطلوبه في العقد، كيكون بطلان العقد. كنطلبوا بطلان العقد، كيكون العقد باطل، كنطلبوا المحكمه باش تبطلوا، او المحكمه بمجرد الاطلاع على الملف كيمكن لها تبطلوا بتلقائيه او بطلب من المعني بالامر. تقولي شنو هاد الحالات ديال البطلان؟ انا سمعت بروفيسور محمد جمال عسوق بحال دابا اليوم كان العرس لا غد ليه قال لك لغاو العقد، ما فهمتهاش مزيان. هنا تتكون حاله من الحالات. مثلا البطلان ديال العقد الى مثلا كتعرفي بان الفصل 10 مثلا مدونه الاسره تتقول بانه خص يكون الايجاب والقبول. وهذا الايجاب والقبول تيخص ملي كيتعرض الزواج تيخص المراه تقول انا قابله وتعبر عليها، والراجل يقول انا قابل ويعبر عليها، وكيمضيو في الدفتر. اذا ما يمكنش شي وحده ما تعطيش مثلا القبول ديالها، ما تقبل ما تقولش يعني ما او ما غاديش يسولهاش، هنا العقد باطل. هنا العقد باطل وما دارش العقد اصلا باش يكون باطل. لا يمكن له يتكتب، ولكن هي ما قالت لهمش، ما مشاش عندها العدول. حيت العدول خصو يمشي لعندها. دابا ملي كتلاحظوا ملي كيكونوا كيتزوجوا كيكون الراجل جالس، وغالبا المراه كتكون مخبعه في واحد البيت. تينوض العدول وكيمشي حتى لعندها وتيقول لها لا واش قابله تزوجي بفلان، كتقول له ايه نعم، وعاد تندوزوا للاجراء ديال الامضاء، عاد تتمضي في الدفتر. اذا ما كانش هذا التطابق الايجاب والقبول، اذا راه ما كاينش تعبير على الاراده، وبالتالي العقد باطل. الحاله الثانيه هي لما عبر شي واحد ما كيتكلمش ابكم، خاصنا يقول لنا بالاشاره او كتابه يعبر على الرضا ديالو بانه قابل والموافقه. اذا ما قالهاش الزواج باطل، العقد باطل. ولكن الا داز العرس والعروسه هي فرحانه ما يمكنش ما تكونش هناك قبول. فشنو وقع؟ وقع؟ السيده ما مهدداش، ما مهدداش؟ شي واحد مهددها، تكون مكرهه، شي واحد تد عليها شي حاجه دونك جالسه مسكينه في ذاك الحفله. اذا خص العدول، هذه هي المهمه ديال العدول، الشهود ديال العدول، الشهاده ديال العدول، هو انه تيخص يمشي يقول في الشهاده في العقد بانها راضيه وقبلات وعبرات على الاراده ديالها. واخا وقتاش يتم الغاء العقد؟ لان تنسمعوا عليه دائما نهار الغد ديال العقد. لا، ملي كيعرفوا بانه كاين مشكل، الركن من الاركان الجوهريه ديال العقد ما متحققش. يعني ما مقرونش بالوقت. مثلا ملي غادي يتزوج بواحد السيده مازال ما دازش العده ديالها، وعرفناها من بعد تتزوجنا. ملي كتكون مثلا على هذا الشيء ما تيفيريفيهش العدول قبل؟ فين لا يمكن يكون هناك سهو، وكان معلومه مخبعه، كانت شي حاجه اللي هي مقصوده انها تخبع، كاين سوء النيه. شحال من واحد تيتزوج بواحد السيده وتتكون اكدت له بانها هي عذراء، وملي كيتزوج بها ملي كتجي الليله ديال الدخله تلقاها ماشي عذراء، تلقاها يقدر ثيب. يقدر يكون في العقد كذلك. راه تتكون في العقد مكتوبه بانها ثيب او لا بكر. اذا ملي كيتزوج بها وتلقاها ماشي عذراء عنده الحق انه يلغي. هذا تدليس، بالفرنسي كيتسمى اندول، تدليس. يمكن يكون هو السبب الدافع اللي جعلو يتزوج بها هو ذاك العذريه ديالها. ودائما حنا ما تنبروش، حنا تنعطيو المواقف اللي يمكن خاص الانسان يكون، وهذا الشيء راه عنده اجل، راه ماشي يبقى عايش معها 3 سنين
هذاك وعاد الشيء ينوض سولتك يقول لا على غادي الوقت. نطلق، غادي نطلقوا ولا غنفسخ العقد. خصنا نفرقوا بين التطليق او الطلاق وفسخ العقد. اذا ملي كيكون تدليس كنديروا فسخ العقد، حيت انا شمتيني، خبعتي لي واحد المعلومه كان قلتيها لي كان راني ما تزوجتش. واخا يقدر يكون الغاء العقد ديال الزواج لعيب ما في الرجل او في المراه. اذا كاين مثلا عاوتاني كاين ما يفسد عقد الزواج. المرض المخوف، واحد الراجل تزوج بواحد المراه بواحد المرض اللي، او الراجل اللي مريض واحد المرضى اللي ما غيبراش منه. اذا كيفاش هذا السيد تزوجات به؟ وعلاش تزوجات به؟ ما غيمرضش منه وما غاديش يكون حياته عاديه. ما تشافاش منه بغيتي تقول. ما غاديش يتشافى منه ما تكونش ممارسه للحياه العاديه على جميع المستويات. اذا علاش هذا الزواج مديور؟ ماشي هذا هو الهدف ديال الزواج. اذا تيكون الزواج فاسد، تيكون زواج فاسد. مثلا ملي كتكون وحده مطلقه 3 ديال الخطرات ومازال ما تزوجات بواحد اخر وردها راجلها، هذا تيخصو فسخ العقد حتى هو، ماشي غادي يطلقها الخطره الرابعه. وهنا دائما يعني العامل ديال الوقت مهم. العامل ديال الوقت مثلا بالنسبه للتدليس اللي جيت نتكلم عليه، لان شنو هو التدليس؟ هو واحد المعلومات خبعات عليك. اذا ملي تقرا الاخبار عندك اجل ديال شهرين، ملي تقرا الاخبار من اجل شهرين من نهار سقتي الاخبار باش دير الدعوه ديال الابطال، لان العقد فاسد، لان هناك تدليس. في هذه الحاله واش خاص اثبات؟ طبعا خص الاثبات. من بعد شهرين كيفاش يمكن يعني نقدموا اثبات مثلا على العذريه؟ مثلا على العذريه تخص تكون خبره. الخبره يمكن لها تثبت واش العذريه قديمه، واش العذريه جديده، واش كان عمليه الافتضاض كانت عندها سنوات ولا عندها شهور قليله جدا، يعني ولا ايام قليله. لا طبعا بالخبره. غير هي راه كتكون جايبه شهاده طبيه، وهذيك الشهاده الطبيه هي اللي ممكن تكون شهاده مزوره اللي كتدعي فيها بانها هي بكر وهي ماشي بكر. فهمتي؟ اذا هذا الشيء هذا كله ما تندخلوش في العمليه ديال الزواج اللي هي كمؤسسه. وغنهضروا على الطلاق والتطليق، كنهضروا على العقد اللي فيه واحد الاركان جوهريه وشكليه اللي واحد من ذاك الشروط ناقص. اذا تمشيو اما في البطلان او كنقولوا بانه العقد فاسد.